السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعت لكم والآن أنا في البيت. طبعا مثل ما شاهدتوا اليوم التقينا بالعم محمد، كانت صدفة مرة حلوة، واستمتعت بالحديث معه. تكلمنا عن اليمن وزيارته لليمن، مشتاق لليمن، يحب يزور اليمن مرة ثانية. والله هو فرح لما أول ما قابلنا وعرف أننا يمني، قال اشتقت لليمن ولأهل اليمن، وكان معتز باليمن ومحب لليمن. قال لي يرجع لي بعد شوية لأن الماكينة عنده كانت عطلانة، فعشان يخلص لي الموضوع اللي قلت له عشان ينجزه لي، قال لي يرجع لي بعد شوية وبأصلح لك هو. والآن اتصل علي قال لي إن الموضوع جاهز، تعال هزه. ولكن أنا حبيت نهديه هدية من اليمن، فوجدت هذه الأشياء البسيطة أتمنى تنال عقابه. علم اليمن بعطيه، هذا علم اليمن يحطه في المحل عنده. وهذه الهدية الثانية من ريحة اليمن، فيها الجنبية اليمنية ودار الحجر. دار الحجر من الأماكن الأثرية في صنعاء، فأتمنى إن شاء الله تنال عقابه. هذه من ريحة اليمن، حبيت أهديها للعم محمد، وشخص يستاهل، ويستاهل أكثر من هذه، ولكن هذه الموجودة معايا الآن فيستاهلها. الله يحفظه. إن شاء الله نصور لكم الآن، بروح لعنده وبسلمه الهدية. خليكم معانا. رجعنا لكم من جديد، والآن وصلنا بجانب محل العم محمد. إن شاء الله ندخل له نعطيه الهدية اللي جبتها معي له. خليكم معانا. صباح. لباس حضرتم؟ بنتي لا ما زالت. شوية. تعال من غير قبل ما تعطينا هدية، جاب هدية لبنتي. تعال عندي هدية لك. تعال عندي هدية لك. تعال عندي هدية. تعال عندي هدية لك. هدية بسيطة. هدية علم اليمن. هذا تعلقه بالمحل إن شاء الله. تمام. أيوة. وهذه من ريحة اليمن. تحطها عندك في المنزل ولا حتى في المحل. باين هي تختار مني. تمام. ريحتك اليمن طلع. هدية فيها، شوف خليني أفسر لك. حطك هدية فيها الجنبية اليمنية، وهذا اسمه، هذا البيت، هذا دار الحجر اللي كان يسكن فيه الإمام. طلعتوا ذي. طلعنا افطرنا فيه. أي ممكن نودوكم معي. هذا كان يسكن فيه الإمام. الإمام زمان. قبل ما تكون اليمن جمهورية. هذا قلنا لكم العم محمد يستاهل، فهذه هدية بسيطة مني لك لحبك لليمن. والله أنا رحت للبيت قعدت ندور نحب نعطيك شيء من ريحة اليمن. هذه من ريحة اليمن العم محمد. الله يحفظك. والله جاب لي هدية للصغيرة لبنتي. مالوش داعي، والله مالوش داعي. والله مالوش داعي، أقسم بالله. هذاكم من حبك لليمن. الله يعطيك الصحة والعافية. والله تعبت روحك، أقسم بالله. عنده عمي ليه 4 سنين. والله تعبت روحك. لا ما تعبت. يا جماعة بالله شوفوا، بالله مشى يشتري في الملابس. والله ما يصير. والله ما يصير. حاجة رمزية مش. يا والله ما يصير. والله كثير. والله تعبت في نفسك. طبعا مثل ما شاهدتم القلوب عند بعضه. أنا جبت معايا هدية للعم محمد، عربون مني للمحبة والأخوة والصداقة المربوطة بين الشعب اليمني والشعب التونسي، وتقديرا مني عن حبه لليمن، سعادته أول ما عرف أني من اليمن. وكانت المفاجأة أنه كمان عامل لي مفاجأة
والله صدمنا. أنا قدمت له الهدية من عندي، وتفاجأت إنه يخرج لي الكيس هذا فيه بعض الملابس، ملابس الأطفال اشتراهم لبنتي. الله يعطيه الصحة والعافية، والله ما قصر، بيض الله وجهه. مشى يعني، ساب عمله وساب محله وراح يشتري الملابس، خاصة قال لي خاصة لك. وحاولت انه قلت له يعني ما يصيرش، انت انسان على قد حالك وزي كذا. قال لا والله انا فرحان فيكم يعني كثير، وفرحان ان انا شفت ناس من اليمن، والله يحفظه والله، بيض الله وجهه ما قصر. يعني كانت مفاجأة صراحة رائعة وجميلة. انا حبيت نعمل له مفاجأة وهو بنفس الوقت فاجأنا. الصدف قلت لكم يعني الموضوع من بدايته كان صدف، والحمد لله على كل حال. يلا انتظرونا فيديو قادم ان شاء الله من تونس العاصمة. تحياتي لكم ونشوفكم على خير.